الولايات المتحدة الأمريكية هتبذل حروب يوم القيامة في كل الأرض حسب نبوة مكتوبة في سفر الرؤيا من 2000 سنة. مكتوب كده بالنص: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. هنا بيدي صورة بلاغية للولايات المتحدة الأمريكية من قبل ما تكون ب2000 سنة. أول كلمة بيقولك وقفت على رمل البحر. انت عارف ان الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفها البحار كريستوفر كولومبوس. فهي بيقول لك ليه فرأيت وحشا طالعا من البحر. طالعا من البحر كناية عن الاكتشاف اللي اكتشفه كريستوفر كولومبوس، والكلام ده مكتوب من 2000 سنة من قبل ما يظهر أصلا كريستوفر كولومبوس. فشوف التناغم في النبوات القديمة واصل لحد ايه. الله بيعرف الناس النهايات من البدايات عشان يعرفوا ان هو مش اللي بيتنبأ من المستقبل، هو صانع المستقبل. الله في الديانات الثلاثة بيعرف الناس ايه اللي هيحصل في نهاية العالم آخر 7 سنين على الأرض. بيقول لك ان الولايات المتحدة الأمريكية هتقوم بدعم إسرائيل ضد إيران، هتنشر حروب يوم القيامة في الوطن العربي. هيجي لها جوج ومأجوج اللي هم روسيا والصين على طول نهر الفرات، وهيشتبكوا معاها في الشرق الأوسط. فكثير من الدول العربية هتسقط وكثير من الدول الخليجية هتسقط، والشرق الأوسط هيتحول لساحة حرب نهاية العالم. ساحة حرب نهاية العالم حسب المكتوب في تكملة النبوة. له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرون 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. يعني ايه الكلام ده؟ انت عارف الولايات المتحدة الامريكية لما بتقوم حرب عالمية ما بتروحش لوحديها، بيروح معاها الشلة بتاعتها، والشلة بتاعتها دي لو عدتها هتلاقيهم 10 قرون، وعلى القرون 10 تيجان. يعني التحالف ده اللي هو حلف شمال الاطلسي. والغريبة انه مذكور في نبوة تانية باسم ملك الشمال، مذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة باسم ملك الشمال. هيقوم على ملك الجنوب اللي هو روسيا والصين في الشرق الاوسط. فنرجع للنبوة اللي من 2000 سنة بيقول لك ايه؟ وعلى رؤوسه اسم تجديف. يعني ايه على رؤوسه اسم تجديف؟ انت عارف ان الولايات المتحدة الامريكية بتنشر شفت قلة الادب او روح قلة الادب؟ بتنشره في العالم كله. الزنا عن الله. يعني ايه؟ يعني الابتعاد عن الله، الابتعاد عن الله. عشان هنا بيقول لك على رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، قوامه قوائم دب، وعلى فمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدراته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجب كل الأرض وراء الوحش وسجدوا للوحش. فبيقول لك إيه؟ إن في ملك هيجي في الولايات المتحدة الأمريكية. الملك ده هيقدر يكسر الموت. يعني ايه هيقدر يكسر الموت؟ يعني هيكون في رقبته جرح مميت، وهيكون واقف عايش قدام الناس. هنا دليل ان هذا الوحش ده مين؟ الوحش ده هو روح الشيطان متجسد في صورة انسان. روح الشيطان متجسد في صورة انسان هينزل على الارض في الولايات المتحدة الامريكية كرئيس للولايات المتحدة الامريكية، وهيبذل حروب يوم القيامة، وهيقدر يكسر الموت. فالناس كلها هتسجد ليه. من هنا بقى السماء هتعلن الحرب على الجحيم. خلاص بقى الله هيركب حصانه الابيض، وعيونه هتكون من نار، و7 ارواحه بتطوف حواليه، لان في انقلاب بيحصل عليه في الارض. فاهمني؟ فهينزل من اجل ملكوته ويحارب هذه المملكة، الولايات المتحدة الامريكية وكل الامم اللي في ذيلها ال10 قرون. وهتكون حرب نهاية العالم المذكورة في النبوات القديمة من آلاف السنين، والأنبياء القدماء هتظهر في أيامنا احنا اللي احنا عايشين فيها. خلاص الوقت قريب. في أسلحة فوق النووية طلعت. يعني الأسلحة النووية دي مش آخر حاجة، في أسلحة سرية معدة لحرب هرمجدون الأخيرة في ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. احنا لسه ما شفناهاش، هنشوفها في الأيام اللي احنا عايشين فيها. وهي أسلحة أخطر من الأسلحة النووية. الأسلحة النووية ما تجيش فيها حاجة، بس دي معدة ليوم هذه الحرب. الوقت قريب. الوقت قريب. هيعمل ايه بقى الوحش ده؟ بيقول لك فيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. إن كان أحد يجمع سبي فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فيجب أن يقتل بالسيف. هنا صبر المؤمنين القديسين وإيمانهم. هنا بيتكلم إن هذا الوحش مش هيكون هدفه احتلال المناطق الجغرافية، هيكون هدفه احتلال أجساد الناس بوضع الشريحة اللي عددها 666 اللي مكتوبة في تكملة النبوة، اللي هي شرائح الرقم القومي. الشرائح دي الاحتلال أجساد الناس مش احتلال المناطق الجغرافية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هتنشر بعد في أوقات الحرب العالمية الثالثة هتنشر هذه الشريحة، فكل اللي هيحط هذه الشريحة هيكون معاهم الحياة، وكل اللي هيتم رفض هذه الشريحة هيتم إقصائه من العالم. عملية فصل في العالم، عملية فصل أو التجربة العتيدة إنها تجرب الساكنين على الأرض. لأنه بيقول لك هنا إيه؟
ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على أيديهم اليمنى وعلى جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة واسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدده إنسان، عدده 666. أول ما لفظ كلمة 666 هو كتاب سفر الرؤيا، وكل الكتب اللي نقلت منه، أو كل الناس قعدت تعمل فيديوهات ونقلت منه، بس ده المرجع الأساسي اللي من لفظ هذه الكلمة. وفي السياق هنا بيقول لك ايه؟ ان في شبكات هتظهر اسمها شبكات الجيل السادس، عددها 666. هتتيح لحكومة الولايات المتحدة الامريكية انها تحط بطاقات رقم قومي شرائح على اليد اليمنى فيها السجل المدني بتاعك وهويتك الرقمية وبطاقة الكريدت كارد، وكل اوراقك هتكون في شريحة صغيرة على ايدك اليمنى. مش هتقدر تشتري او تبيع او تدخل في النظام بتاعهم الا لما يكون ليك الشريحة دي، ودي هتحصل اسمها شريحة النظام، اللي هتحل مشكلة الفوضى اللي هتحصل في الحرب العالمية الثالثة اللي احنا داخلين فيها. يعني في منتصف الحرب العالمية الثالثة الولايات المتحدة الامريكية هتفصل العالم ما بين من معها ومن عليها. كل من معها هتحط له هذه الشريحة دي يقدر يبيع ويشتري ويخش في النظام العالمي، لان هي هتسيد على كل الارض وهتضرب روسيا والصين وايران، هتنشر حروب يوم القيامة في العالم كله. اما كل اللي يرفض هذه السمة هيتم اقصائه من العالم. هنا نهاية الامر. الله هيعرف مين معاه ومين عليه من الديانات الثلاثة، لان كل اللي هيحط هذه السمة هيكون ضد الله. اما كل اللي هيرفض هذه السمة، كل من يرفض هذه السمة هيكون ليه حياة ابدية وهيدخل الجنة، ارض العجائب، السماء اللي بيقول عليها اخواتنا المسلمين والمسيحيين من الديانات الثلاثة. هو ده الملجأ. كل ما يرفض هذه السمة هيخش هذه السماء او الجنة ارض العجائب. اما كل هيضع هذه السمة يكون مع الشيطان، مع الوحش، وهينزل في بحيرة النار المتقدة في الكبريت، لان العالم مش هيستمر بعد هذه الحادثة 1290 يوم. 1290 يوم حسب المذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة في اخر النبوة. بمجرد ظهور ركسة الخرابة الأخيرة لا يستمر العالم 1290 يوم، في صفحة رقم 12، وراجع ورايا الكلام ده. وقوم نزل النبوات دي من على جوجل وابحث معايا، لأن أنا مش هبحث لوحدي، ما احنا نساعد بعض، ما احنا مسك النبوات دي المعرفة اللي فيها أكتر من واحد يعرفها لوحده، فقوم ساعدني وابحث في هذه النبوات واصنع مقاطع عن هذا الأمر، واتكلم في هذا الامر، كلم صاحبك، كلم اخيك، وشارك هذا المقطع وخليه ينتشر على نطاق واسع، لان الروح القدس روح الله اللي بيني وبينك يديك بركه بمجرد ما تشارك هذا المقطع. فاليوم بطلب منك انك تبحث عن الحقيقه، لان الحقيقه عزيزه النفس، ما بتظهرش نفسها للناس بتقولها، بل بتحب اللي بيبحث عنها، بتحب اللي بيبحث عنها. تحط الانجيل والتوراه والقران وابحث بكل حياديه وبكل صدق، وانزع روح التحزب او انزع روح انك تتحزب لجهه عن جهه. لا، ابحث بصدق، لانك ان بحثت بصدق الله بنفسه هيظهر لك في قلب غرفتك وهيقول لك: انا الله اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، الطريق والحق والحياه، كوكب الصبح المنير اللي مفيش قبله ولا في بعده. ان امنت بيه تنول حياتك الابديه، اما ان رفضته لن تنول حياتك الابديه. الوقت قريب. الحكايه مش حكايه نهايه العالم، الحكايه فيها سماء ونار. فاستعدوا للقاء الله الهكم.